سلام الله عليكم عشاق المستديرة، ومرحبا بكم في هذا التقرير. تحدث نجم برشلونة سيرجي بوسكيت عن مستقبله بعد قراره بالرحيل وعن البدلاء المناسبين له في البرسا، وقال: سأكون سعيدا باللعب مع ميسي من جديد، ولكن الأمور لا تسير بهذه الطريقة، ونفس الشيء ينطبق على إنيستا أو جوردي ألبا. وتابع: الصفقات لا تكون بشكل جماعي هكذا، لدي 3 أو 4 عروض وسأقوم بمناقشتها مع عائلتي في الأسابيع القادمة. وجاء كذلك يدور الحديث كثيرا عن بديلي، ويتم التركيز على رودري وزيبوموندي. إنهم لاعبون جيدون للغاية، وربما هم الأكثر تطابقا مع نهج برشلونة والأسلوب المطلوب هنا. وأكمل: هناك أيضا نيكو جونزاليز المعار حاليا، على الرغم من أنه لم يلعب بشكل مستمر، إلا أنه موهوب ولديه قدرات عالية. وبهذا نودعكم في هذا التقرير الذي أسعدنا بالإثارة والجمال. لقد شاهدنا كرة القدم تجسد الفن والشغف والتحدي. نشكركم على مشاركتنا هذه التجربة الرائعة، ونلقاكم في تقرير آخر ملهم. وإذا كنتم من عشاق المستديرة، فلا تفوتوا المزيد من الفيديوهات والتقارير المدهشة على قناتنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة.